عمرك شفت قطة تخاف منها؟ مش عشان بتخربش، دي عشان ممكن تكون إلهة. المصريين القدماء كانوا شايفين في القطة حاجة أكبر بكتير من مجرد حيوان أليف، وده اللي خلاهم يعبدوا باسtet. طيب مين هي باسtet؟ باسtet كانت إلهة مصرية قديمة، شكلها قطة أو ست عندها راس قطة. الإلهة دي كانت رمز للحماية والدفء والأمان داخل البيوت. المصريين كانوا بيقدسوا القطط جدا وبيعتبروها حامية من الأرواح الشريرة. بس هل كانت دايما هادية؟ لا، لأنها وقت الغضب باسtet كانت بتتحول لسخمت، إلهة تانية قوية وعنيفة برأس أنثى الأسد. يعني نفس القطة اللي بتحضنك ممكن تقلب وتبقى مرعبة. طيب هو ليه القطط كانت غالية عندهم؟ المصري القديم شاف إن القطة ذكية وسريعة وبتحمي البيت من الفئران والأفاعي، وكان ممنوع تموت قطة، ولو حد عمل كده كان بيتحاكم. كمان كانوا بيحنطوا القطط ويدفنوها في مقابر خاصة. عبادتها وانتشارتها كانت فين؟ معبد باسtet كان في مدينة بوباستس، واللي هي تل باستا دلوقتي في الشرقية، وكان من أهم المعابد. كمان كان في مهرجانات ضخمة بتتعمل باسمها، والناس يجوا من أنحاء مصر كلها يحتفلوا بيها. في المرة الجاية لما تبص في عيون قطة، افتكر إنك قدام حاجة مش عادية، مش مجرد قطة، ممكن تبقى باسtet بنفسها.